السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده رواني. هنعملها من غير بيض ب3 معالق سمنه بس، وكمان هتطلع معاكي بقى خطيره. انت هتبقي محتاره دي كيكه ولا بسبوسه. قوامها كده يجنن، بتدوب في البق ومرمله وفي نفس الوقت متماسكه. حاجه خطيره. يلا على طول نبدا ونشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نبدا ما ننساش لو الفيديو عجبنا نعمل له لايك وشير وكومنت. يلا على طول نبدا ونشوف ايه المكونات وايه الطريقه. في البولة هننزل بنص كوباية من السكر، ما نزودش عن نص كوباية. معاهم 3 معالق كبار من السمنة، هنملى المعلقة كده، والسمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة والنوع اللي نفضله. يعني لو سمنة بلدي تمام، مش موجودة السمنة البلدي أي نوع سمنة احنا متعودين نستعمله خلاص، بس يكون طبعا طعمها حلو. كده نزلنا بالسمنة. هننزل بقى ب3 معالق كبار برضو من الزيت، 3 معالق بس مش أكتر من كده. هنحط معاهم معلقة من الفانيليا السايلة او البودرة، هناخد 2 باكت مثلا. ونقلب بقى كويس جدا بالمضرب اليدوي العادي، مش هنحتاج خلاط ولا هنحتاج حاجة خالص. هنفضل نضرب كده لحد ما القوام بتاعها يبقى ابيض وكريمي وفاتح كده. في المرحلة دي هنبقى محضرين جنبنا كوباية من اللبن الرايب. لو مش موجود لبن رايب ممكن هنستعمل لبن عادي مع علبة زبادي صغيرة مثلا، بس المهم ان احنا نبقى معانا مقدار كوباية. هو الكوباية اللي هنستعملها للدقيق هي نفس الكوباية اللي هنستعملها للبن. خلاص ضفنا اللبن الرايب، هنفضل نضرب برضو لحد ما القوام يبقى متماسك وهش وخفيف زي ما انتوا شايفين كده. وننزل بباقي المكونات. معانا نص كوباية من جوز الهند وعليهم معلقة كبيرة زيادة كده كمان. ومعاهم برضو كوباية من الدقيق الأبيض وعليه معلقة، يعني مزودين على الكوباية معلقة. تمام. هننزل بقى بكوباية من دقيق السميد. خلاص كده نزلنا بكوباية دقيق السميد، عليهم بقى معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. وبعدين نبدأ نخلط كل ده بالويسك بتاعنا بالمضرب بتاعنا تاني، يا دوبك بس إن المكونات تمتزج مع بعض والخليط يبقى الدقيق اختفى. خلاص بنوقف تقليب والقوام بيبقى مظبوط جدا وجميل. خلاص كده تمام معانا القوام زي ما انتم شايفين كده، بيبقى تقيل بس في نفس الوقت بتحسيه هش كده وجميل. هنبقى محضرين الصينية بتاعتنا، مبطنينها بزيت ورشة دقيق عشان خاطر ما تلزقش مننا، وننزل بالخليط بتاعنا على طول فيها، ومقاسها يكون 24. وفي الوقت ده بنكون محضرين الفرن بتاعنا مسخنينه على درجة حرارة 180. والرف اللي قبل الاخير، مش ما بنحطهاش على الرف التحتاني على طول، لا الرف اللي قبل الاخير على الشبكة. خلاص هتظبطي درجة حرارة الفرن بتاعك زي ما انت متعودة تدخلي الكيكة 180 190. بندخلها بقى من نص ساعة لساعة الا ربع على حسب درجة حرارتك والفرن بتاعك. خلاص هناخدها على الفرن. والوقت ده هنحضر الشربات. معانا 1.5 كوباية من السكر، عليهم 1.5 كوباية او 2 الا ربع من المية، يعني احنا عايزينه يكون خفيف شوية. تمام. هيغلي حوالي 4 دقايق وبعدين هنزل عليهم برشة بسيطة خالص من ملح الليمون، شايفين رشة يعني اقل من ربع معلقة. وهيغلي تاني 4 دقايق كمان مع ملح الليمون، وبعدين في اخر دقيقة خالص هنزل عليهم برشة من الفانيليا. وبعد ما يغلي تاني مع الفانيليا غلوتين 2، دي رشة الفانيليا، معلقة صغيرة خالص من الفانيليا. هطفي عليه بقى وارفعه من على نار واسيبه يهدى على الكيكة ما تطلع. هنسيبه بقى يهدى براحته خالص، ولما يبرد كده ندخله كمان التلاجة من 5 دقايق ل10 دقايق كده يهدى معانا كمان شوية. الكيكة بتاعتنا بقى قبل ما نطلعها من الفرن بنسيبها في الفرن وهو مفتوح كده حوالي 5 دقايق 10 دقايق، وبعدين نخرجها نسيبها تهدى كمان 5 دقايق، ما بنطلعهاش من الفرن على طول. وخلاص كده بعد ما هدت ب5 دقايق بعد ما خرجناها من الفرن نبدأ بقى نسقيها بالشربات زي ما نحب، كوباية، كوباية وربع، كوباية الا ربع، على حسب ما بنحب درجة السكر بتاعنا. خلاص هي بتشرب الشربات وجميلة جدا مظبوطة 100%. هكتب لكم بقى المقادير كلها تحت الفيديو، وان شاء الله هتجربوها تعجبكم جدا. بسيطة ما فيهاش بيض، ما فيهاش سمنة كتير، ممكن كمان نقلل السمنة لو حابين عن 3 معالق نخليهم 1.5 معلقة مثلا. فجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.